بالمناسبة يعني كنت في المطار وجاء وسلم علي وكيف الحال أبو عبد الرحمن. فأنا لا أذكر أحيانا يأتي بعض الناس يسلم عليك بأسلوب أنه يعرفك من زمان وأنت ما تذكره. أنا أعطيته حقه من الترحيب ومرحبا أهلا كيف حالك، ما أذكر اسمه، وجلس وشاهي ومدري إيش. بعدين قال لي شكلك ما عرفتني. قلت والله يا أخي الله يحييك ويا مرحبا الوجه الطيب، لكن والله يا أخي أنا أقابل ناس كثير ما أذكرك بصراحة. فقال لي طيب يا شيخ أنت كنت تأتي عندي في المحل وتشتري قبل 15 سنة. وين يا أخي والله لو راسي كمبيوتر. قلت والله يا أخي ما أذكرك قبل 15 سنة. قال نعم أنت كنت ساكن في الحي الفلاني. قلت نعم صح قبل 15 سنة كنت في الحي الفلاني. قال لي وأنا كنت صاحب محل خضار، محل بسيط خضار يبيع كوسة وطماط وما ادري ايش. يقول كنت تأتي وتشتري مني. طبعا انا يعني بتذكر واحد صاحب محل يقولوا كنت تمزح وتضحك معي. قلت والله الحمد لله بس ما يعني اني اذكرك. الشاهد قلت له والان ايش اخبارك؟ انا اعرف انه صاحب محل خضار بسيط، يعني هو ما اعتمد على ابيه بالمناسبة، وهذه ما لها دخل في الموضوع، لكن يعني بمناسبة ان الواحد ابوه يكد عليها وكذا. محل خضار معناه انه يشتري بالجملة مثلا 20 كيس 20 كرتون كوسة مثلا، يشتري بريالين ويبيعها مثلا ب5 ريال مفرق مثلا. ومحل يعني بسيط، يعني ما كان عنده ايضا سوبر ماركت كبير انا تذكرته. فقال لي والله يا شيخ يعني قلت الحين ايش اخبارك، وين، هل توظفت وظيفة رسمية ولا لا؟ قال لا والله بس ابشرك الحمد لله المحل يعني وفقت فيه وفتحت بعدين فتحة ثانية معاه، وبعدين الحمد لله صار عندي راس مال وشريت أرض وبعدين بعتها، بعدين أنا الآن تاجر عقار. قلت ما شاء الله الآن تاجر عقار، يعني ظنيت أنه يعني عنده 500,000 600,000. قال بشرك أنا الآن أملك مجمع صناعي في المدينة الفلانية يسوى 35 مليون. ما شاء الله. اي والله يقولوا أنا مأجر هذا الموقع، مجموع الأجارات للورش 2,800,000. أنت كنت صديقي على طول قلت يا مرحبا أنا أعرفك يا أخي من زمان. سبحان الله العظيم يا أخي، أنا أقول ليش ارتحت لما شفتك شبكت معه. أحمد صديقي على طول يا أحمد. بعد كم سنة، بعد 15 سنة قبل أشياء يقولون أنتم على طول إنسان. أبن ساكن لأنه صار عندي قرشين. فأنا أعني بس أن الواحد لا يذل نفسه. شوف هذا يا أخي لما لم يكن عنده وظيفة ما جلس الرجال يقول دبروا لي وظيفة ويدور بالملف وأرجوكم ومعليش أنا وش أسوي، أنا تخرجت أنا معي كذا. لا، الرجل لما رأى أن الباب الوظيفة مسدود وباب مثلا كذا مسدود، رأى بابا مفتوحا فأقبل عليه فأوفق فيه. فهذا الذي يجعل الإنسان يعز